والعسل الاسود مش معانا. دايما بنقابل مشكلة عسر الهضم، وبتزيد عندنا ان انا كل ما باكل اكلة بحس بانتفاخ، بحس بتقل في معدتي، بحس بحرقان، في احساس بالقيء او احساس بالغثيان. كل الحاجات دي بتحصل نتيجة ان انا عندي عسر هضم. مع اهمال عسر الهضم ده بيحصل قرحة معدة. طبعا في حاجات بتزود قرحة المعدة تحصل، وفي اكلات بتقلل الاحساس ده وبتخلينا نعرف نتعايش معاه ونعرف نقلل اعراضه، فنعرف ناكل عادي. الاكلات اللي ممنوعة معانا وايه الاكلات اللي انا ممكن اكلها وما تاثرش معايا. الاكل اللي ممنوع معايا ان انا اخده عشان هيزود معايا قرحه المعده وهيزود معايا الارتجاع وهيزود معايا الحرقان: المخللات الحادقه، التوابل، اي مشروبات غازيه، طبعا البيبسي والمريندا والسيفن وكل الحاجات دي ممنوعه. المقليات كلها ممنوعه. اي حاجه متحمره في الزيت ممنوعه. الحاجات دي هتأثر معانا جامد. العسل الاسود، وانا عارفه ان الناس كتير هتقول العسل الاسود ازاي، بس هو العسل الاسود مش معانا. لو حد عنده مشكله في عسر الهضم او عنده مشكله ان هو بيحس بحرقان، بيحس بوجع في معدته بعد الاكل، العسل الاسود يوقفه. البتنجان، الكرنب، القرنبيط، مربى الحمضيه اللي بتبقى من فراوله، بتبقى من مشمش، الحاجات دي هتزود معانا الاحساس ده وهتزود معانا الاعراض. كتر المسكنات عمال على بطال بيزود معايا المشكله دي. زمان كانوا بيبقوا فاكرين حصلت قرحه المعده بسبب ان هو اصلا شويه ضغط عصبي، شويه ستريس، لكن المشكله مش في كده خالص. المشكله ان بيبقى فيه بكتيريا او استخدام الكتير للمسكنات، يحس ان معدته وجعاه او يحس بتقل بعد الاكل يروح ياخد على طول مسكن. ده غلط. في مضادات حيويه بتتاخد بتعالج المشكله دي. في اكلات بتقلل معايا الاحساس ده. زي ايه الاكلات اللي بتقلل؟ ممكن ناخد المربى، بس المربى تكون غير حمضيه، من لوز، ورد، بلح. المربى دي مش هتزود معايا الحموضه. ممكن اخد الفاكهه بكل انواعها معايا عادي، التفاح، الكمثرى، بس نشيل البذر طبعا من الجوافه. ما عدا الفواكه الحمضيه دي هنستثناها. الاسماك، اللحوم، الفراخ معانا. العسل النحل طبعا معانا. الفول بدون القشره معانا. البقوليات كلها معانا. البروبيوتيك، الزبادي معانا طبعا، المستكه معانا، واللوز معانا، الحبوب الكامله معانا. الحاجات دي لو خدناها طبعا هتقلل معانا احساس الحرقان وهتقلل معانا الاعراض دي، فهتلاقي نفسنا ان احنا بنعرف نعمل نظام صحي عادي من غير ما نحس بوجع ولا تعب، والدنيا تتظبط معانا. زمان كانوا بيبقوا فاكرين ان هم لما بياخدوا لبن كده خلاص عالجنا المشكله، انت علاجك ان انت تشرب لبن وخلاص. طبعا الحاجه دي غلط خالص. احنا لما بناخد لبن هي هتهدي في لحظتها، بس بعدها هتزود احساس الحموضه لانها بتزود حموضه المعده. احسن من ان احنا ناخد لبن ان احنا ناخد حاجات غنيه بالبروبيوتيك زي الزبادي، بس يكون غير حمضي، ما نحطش عليه لا ليمون ولا نحط برتقان. البرتقان المسموح معانا البرتقان السكري، لكن البرتقان الحمضي مش معانا، اللي هو البرتقان البلدي مش معانا. عايزه اقول لكم برضو ان الليمون والخل دول حاجات مش معانا. عايزاكم تعرفوا ايه اللي معانا وايه اللي مش معانا علشان نتجنب احساس التخمه واحساس الوجع والحرقان ده. والف سلامه عليكم كلكم، وانتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله.